تفتكر ايه هي مقاييس النجاح؟ يعني خيال اول كده عشان نقول ان ده ناجح، حددها ازاي؟ والموضوع ده يكون عليه اختلاف وجدل كبير جدا، يعني هيتقسموا نصين، نص هيقولك الشخص اللي بيتقال عليه الناجح ده بيقدم قيمة او لا، والنص التاني هيقولك بالارقام. وعشان نجاوب على السؤال ده لازم نتعمق شويه او ندخل في حياه واحد زي محمد رمضان. محمد رمضان دايما بيصر انه يعمل كل حاجه لنفسه، هو ماشي كده وعارف انه ريفرنس مرجع الناس هتاخد منه وتقلده. تعال نفكر كده مع بعض، هو الفنان ايه غير شويه ارقام في الاصل؟ وفنان هنا بمعنى فنان في المطلق، يعني ممثل مغني رسام اي شغل عموما. وانت لو ممثل وكويس ومش بتجيب ارقام يبقى مالكش لازمه للاسف، والعكس بقى لو انت ممثل ومش بتعرف تمثل وبتجيب ارقام يبقى انت كده تمام. ومحمد رمضان بيعرف يمثل وبيعرف يجيب ارقام، وخلي بالك من اخر جمله دي، بيعرف يجيب ارقام، لان مش كل حاجه ولدت الصدفه، وكون ان انت تبقى موجود وسط الناس دي مش حاجه سهله، وبتبقى عايزه تخطيط وتخطيط جامد كمان. شفت الصوره دي؟ خلينا نعتبرها كده رتب محمد رمضان، يعني هنبداها عادي من عسكري فما فوق ويبدا يترقى معانا واحده واحده كده. بس عندنا هنا بقى مش فتره صعود وفتره هبوط، عندنا هنا فتره اثبات وفتره صعود. هو في الاول بيثبت انه ممثل بس، لكن بعد كده بيصعد بقى. فتره الصعود دي طبعا هتكون من عند الالماني، والفيلم ده على فكره ما كانش قصده اتعمل، يعني يمكن ده اول هيت ليه غير مقصود. بص، هي الفرصه الاولى لو ما مسكتش فيها ممكن ما تتكررش تاني، تفضل مستني ويا تيجي يا ما تجيش. بس الفرصه لوحدها برضو مش كفايه عشان محمد رمضان يعرف ان انا خلاص من هنا نعمل ايه. بص، في ممثلين كتير جدا على الساحه ممكن عادي قوي ما تكونش عارف اسمائهم اصلا، يعني اللي هو انا بشوفه وعارف ان هو بيمثل، بس انا عارفه كونه ممثل، يعني ممكن لو قابلته في شارع تنادي عليه باسم اخر شخصيه عملها. الكلام ده لو صاحبك سالك هو مين اصلا، ده الممثل الفلاني اللي عمل الدور الفلاني. لكن لو محمد رمضان في شارع انت عارف انه محمد رمضان. فهمت الفكره؟ هو الكاركتر بتاعه هو محمد رمضان مش فيك. ده مش معناه ان لما بيمثل احنا بنعرف انه محمد رمضان، لا، انت عارف من جواك لكن هتصدق ان البرنس او رفاعي او ناصر او حبيش او اي دور عمل، وعشان ده بيعرف يمثل بجد سواء مختلف او متفق معاه. والفكره في نقطه برضو، محمد رمضان مش اللي هو عشان يظهر اخد له بتاع 10 او 15 سنه، لا، هو فتره انطلاقه ما بين دوره الصغير جدا في رمل الاعتصام سنه 2008 وما بين ظهوره وانتشاره في الالمان 2012 هي 4 سنين بس اصلا. طبعا من بعد الالمان بقى محمد رمضان. محمد رمضان كان عامل قلب الاسد وهو عنده 24 سنه، انت فاهم محقق النجاح هو امتى اصلا؟ بلاش دي، الفرق اللي بينه وبين احمد مالك هو 7 سنين، مش عارف لازمتها ايه بس قلت اما اقولها. يعني فكره ان محمد رمضان عامل براند وبيماركتنج عشان يبيع اكتر، والبراند ده هو اسمه، والبضاعه اللي بيبيعها دي هي الكاركتر بتاعه. ازاي بقى؟ بقربه الزياده للناس، مش اللي هو بيخشى الظهور، لا، هو بيشوف ايه اكتر مكان فيه تجمع للناس ويلا بقى انا رايحه. والفكره برضو ان محمد رمضان هو حدد من الاول علاقته هتبقى بالناس عامله ازاي، وهي انها هتبقى بابليك مش مغلقه خالص. في ناس كده بنشوفهم على التلفزيون وبنسمع انهم عايشين بالصدفه اصلا، انما هو لا، انت تقريبا عارف انه جاب موتوسيكل جديد، انت عارف انه جاب عربيه ب 8 مليون دولار الاسبوع اللي فات. هو قال لك اصلا، شفت بقى الحته دي؟ ده اكتر حته ذكيه، مش بقول لك بياع وبياع شاطر كمان، بيبيع لك الثقه، اللي هو لا يا عم الراجل ده بيشاركنا لحظاته، فده بقى في حد ذاته يحسسك بالانتماء ليه، اللي هو من عيلتك. لو قابلته في الشارع مش بس هتتصور معاه، ده انت تشرب معاه الشاي كمان وهو اللي هيحاسب. وقربه برضه في حاجه كمان كانت مساعداه قوي وما كانتش بايده، وهي انه كان شاب عادي جدا زي اي حد، ومصري كمان ديفولت، يعني طلع من تحت الصفر. حتى لو هو ما قالكش كده فانت حاسسها منه برضه، ده يخليه بعد اللي وصل له مش انه بس قريب منك، لا، ده مثل اعلى لناس كتير، وده حقيقي فعلا. بعدين برضه ما افتكرش ان في فنان ما الناس متاثره بيه وبتتفرج حتى على الانترفيوز اللي بيروحها غير محمد رمضان. يعني يمكن حته الانترفيو للفنان كليشيه جدا ومش حاجه انترستنج اصلا، بس مع محمد رمضان لا، هنتفرج اكيد هيقول حاجه مهمه ممكن يضحكنا، ما تتوقعوش برضه يا جدع، ممكن يعمل اي حاجه، كوميدي، دراما، صعيدي، اكيد. يعني كل الكلام ده حاجه، وكون انه بيتدخل في كل حاجه ده حاجه تانية بقى. يعني هتلاقيه في اي حدث متصدر كده، اي حوار، والله لو سياسي المهم انه لازم يعدي كده ويختم اللي هو انا موجود يا جدعان، ما تقفلوش الحوار غير لما اجي اقول الكلمتين اللي عندي. وهيحصل حاجه من الاتنين، يا اما الناس هتسقف لي وتحبني اكتر وتبقى في صفي، يا اما الناس هتنتقدني ومش هتسيبني في حالي، وهيعملوا حمله الانجر على كل بوستاتي وصوري، وفي اي حاله من الاحوال الريتش بيعلى واسمه بيطير. شفت الكلمتين دول؟ هما اولا بجد يعني ده مبدأ، يعني دي نظريه. محمد رمضان ظهوره كتير وفي دايما معادله كده، وهي تظهر اكتر تغلط اكتر، ولو ما غلطتش في ناس تانية هتاخد الكلام في سياق تاني وبرضه هينتقدوك، مفيش مهرب، يعني لازم يعلقوا لك المشان، حقهم مش حقهم، مش ده القصد. شفت برنامج مدفع رمضان؟ انا عارف هتقول لي ما شفتوش، بس اكيد سمعت عنه 100% طبعا، جواز وحاجات كده وفلوس واتصال تليفون راندوم فون نمبر وشغل من ده. بص، يمكن دي من اسرع الحاجات اللي اتعملت اصلا. تعال نحسبها عشوائي كده او بالاحساس مش بالارقام. الرساله ب 2 جنيه يا سيدي، واحلام الناس مش بتنتهي، فهنقول عندنا 10 مليون حلم كل يوم او على مدار الشهر بس بشكل يوم، يعني 20 مليون جنيه في اليوم بس. شكرا، هو ده المطلوب لليوم الواحد اصلا. حقق حلم كام؟ 5، يلا بنضحي والله. كل حلم بمليون، يعني بره الحسبة 15 مليون يوميا، اضربها انت بقى في شهر
طب بقول لك الكلام ده ليه؟ هل ده نوع من انواع الحسد مثلا؟ اطلاقا، لان لسه قايلك من شويه ان دي اصح حاجه اتعملت لغايه دلوقتي. اكتر حاجه تكسبك هي انك تكسب الناس، وخصوصا بقى لو هم اللي دافعين اصلا عشان يكسبوا. في حركه كده من كام سنه كان عملها واحد اسمه علي غزلان، كانت شبيهه بكده، حركه اللي هو ادخل اعمل فولو للناس دي وهتدخل سحب عشوائي على الجوائز دي. كانت حاجه تقيله يعني، كانت موبايلات تقريبا وحاجات كده. فكره ان الناس اللي هتعمل لهم فولو دول اصلا هم دافعين فلوس ياما عشان يزودوا ريل فولورز حقيقيين، فجميع الاطراف مرضيه و100 فولو وعشرتين تلاته. وطبعا ما يقابلش علي غزلان ساعتها الا الانتشار الرهيب جدا والفلوس الكتير جدا. اصل برضو الفكره مش في قيمه الشيء، يعني انت عندك كام واحد عايش في مصر ومعاه خط في تليفونه؟ يا سيدي 90 مليون. انت واحد بس اللي كسبت من وسط 90 مليون. والله لو كسبت كيس لب فانت هتبقى فرحان جدا ومرضي كمان. فانت فهمت الليله ماشيه ازاي؟ بص، شفت البطوله؟ مش بطوله الفيلم او المسلسل، لا البطوله كون اللي قدامك هو المنقذ تحت اي معنى بقى. يعني مسلسل في الموسم كله هو اللي عليه العين وشايل الموسم. انا عارف ان ده حاجه غلط يعني، بس يعني هنتكلم في الموضوع ده في حلقه تانية اصلا، او ممكن في شخصيه زي سوبر هيرو. يعني مش بيضرب اللي بيتصور معاه، لا هو اللي بيتصور مع الناس، او بيعمل برنامج وبيحقق احلام الناس، او في كونه شاف قضيه العالم كله بيتكلم عليها. فانا هطلع اقول كلمتين، والمره دي بجد فعلا بعيدا عن اي حاجه، الكلام اللي قاله صح بره عن انه مزايده او غيره. فمحمد رمضان دايما تحس كده اللي هو بيحط نفسه في اي حوار، او هو محطوط اصلا، ولو ما اتكلمش هتستغرب ازاي ما اتكلمش او ما طلعش لغايه دلوقتي. كده استنى رد وبس كده. طبعا غايبين بقالنا فتره والابداع برضو غايب يعني، وده نظرا لاداء الخدمه العسكريه. بس باذن الله نحاول نهندلها الفتره الجايه، نحاول ننزل كده بشكل دوري، ممكن كل شهر حلقه لغايه لما الفتره دي تخلص على خير ان شاء الله. ويلا صباحكم ومساءكم لذيذ.